السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم. الحسد هوس معشش في دماغ ناس كتير. الأسبوع اللي فات ظهرت أستاذة جامعية ودكتورة في الأزهر، كانت في برنامج وبتتكلم عن الحسد. فمن ضمن كلامها بتقول: أختي طول عمرها بتقارن بيني وبينها، أنا ربنا يسر لي الماجستير والدكتوراه وليا وضع اجتماعي وتوفيق الأولاد، وهي بتقارن بينها وبيني. الست بتتكلم وبتعلن، بتقول اسم أختها عادي من غير بقى انها تعمل اعتبارات انها بتفضح اختها او ان كده بيحصل قطيعة بينها وبين اختها. لا، هي بتتكلم عادي خالص. بتكمل الدكتورة وبتقول ان الناس قرايبها مش جيران ولا اصحاب، لما بيدخلوا بيتها بيحصل مشاكل في البيت، حاجة تتكسر. حاجة تانية، الأسبوع اللي فات أنا كنت أعلنت عن مسابقة لأجمل صوت في القرآن الكريم. قلت احنا في أجازة والأهالي ما هتصدق بقى حاجة تشغل الولاد. طلبت إن الأم هتسجل فيديو لبنتها أو ابنها وهو بيقرأ القرآن. عندي لجنة وهتختار أجمل الأصوات وهنديها جوائز. توقعت طبعا إقبال كبير، لكن للأسف مفيش ولا مشترك واحد. اتصلت بحد قريبي محفظ قرآن كريم واتكلمت معاه، فقال لي الناس بتخاف من الحسد. أنا استغربت بقى، يعني كبار المقرئين المصريين اللي كان صوتهم بيصدح في العالم الإسلامي كله ما كانوش بيصابوا بالحسد، وابنك الفسل أبو 10 سنين هو اللي هيتحسد؟ بشوف ناس كتير عندها رعب من الحسد ومع ذلك وتخبي كل حاجة، ومع ذلك حياتها ملخبطة. يعني التخبية والنظام اللي محوط نفسه ده علشان محدش يشوف خيره وعشان محدش يحسده ما نفعوش، بالعكس حاله ملخبط. طب امال الوضع ايه؟ والله انا شخصيا من الناس اللي عارفة ومقتنعة ان في حسد، لكن مش بحطه في حساباتي في كل حاجة. لو انت ليك رأي تاني احب اسمع رأيك، علق وقول الكلام اللي انت عايزه، اهلا وسهلا ونتناقش. انت لو انسان ناجح في عملك، لو ست شيك لبقة، بالتأكيد مش كل الناس نظرتها ليك هي نفس النظرة. في ناس هتبقى معجبة بيك، بتتمنى لك الخير وبتحاول تقلدك. ده اللي اسمه الغبطة، ان انا بتمنى للناس الخير وعايزة اكون زيهم. لكن في ناس تانيين هتلاقيها بتكرهك وما بتحبكش ولا تحب لك الخير، بتتمنى ان الخير اللي عندك بتزول، وهو ده الحسد اللي الإسلام نهى عنه وحذر منه. طب ايه الحل؟ الحل اللي الدين قال عليه ان هو اشغل سورة البقرة، ان اقرأ المعوذتين، احصن نفسي انا واولادي بالرقية. هي دي الحاجات اللي الدين قال عليها. انما لو خليت الحسد هو الشماعة لاي مشكلة بتظهر في حياتي هتبقى كارثة. ابني مستواه في المدرسة نزل، اتحسد. انا عييت، اتحسدت وخسرت. اصل اتحسدت، مين حسدني؟ اكيد حد من اللي حواليا، اخواتي، جيراني، صحابي. هبدأ بقى طبعا الافكار دي على طول، فلانة بتحسدني، هبدأ اتكلم زي الاستاذة الجامعية دي اللي شهرت باختها وفضحتها. فلو حطينا الافكار دي في دماغنا هيحصل مشاكل كتير. فكلنا نراجع نفسنا. الناس اللي عندها هسهس الحسد تراجع نفسها شوية. الغني والفقير بيمرضوا، الحلوة والوحشة بيحصل لها مشاكل مع جوزها. يا ست مش كل حاجة سببها الحسد. حصني نفسك بالقرآن وبالرقية وربنا الحافظ. أتمنى الموضوع يكون حاز على إعجابكم، وأتمنى تكونوا عملتوا لايك وسبسكرايب، وإلى أن نلتقي في موضوع آخر يهمنا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله.